عرق النسا هو حالة طبية حيث يوجد ألم يمتد من أسفل الظهر على طول منطقة الأرداف، ويمتد على طول الفخذ إما في الجزء الأمامي أو الخلفي، ويمكن أن يصل إلى القدم أيضا. هذا مصطلح طبي شائع. مصطلح غير طبي يستخدمه المرضى والسكان بشكل عام، لكن في الواقع عرق النسا هو ألم ينشأ من الظهر بسبب الانزلاق الغضروفي. لذلك هذا يحدث بشكل رئيسي بسبب بروز القرص، ويمكن أن يحدث أحيانا بسبب تهيج مباشر للعصب الوركي نتيجة الجلوس المستمر على سطح صلب، أو أحيانا بسبب أورام العصب الوركي، أو العدوى الفيروسية للأعصاب الوركية، أو الضفيرة القطنية العجزية. لذلك في الأساس هو مصطلح يستخدم لوصف الألم الذي يشع من الظهر إلى الساق، ويمكن أن يكون بسبب القرص أو بسبب العصب الوركي نفسه.